عملت لك فيديوهين قبل كده، فيديو كان بيتكلم عن الدار 4 الشاسيه الدار 4 الاستيراد وشاسيه الهوجن الاستيراد، وفرقنا ما بين الشاسيه الاستيراد والشاسيه المصري في الشركه بتاعته. النهارده انا جايب لك الشاسيه الدار 4 الاستيراد والشاسيه الهوجن الاستيراد عشان نفرق ما بينهم، عشان تعرف الفرق بينهم، عشان في ناس بتختلط على الامر تفتكر ان الشاسيه الهوجن زي الشاسيه الدايو. طبعا الاثنين مختلفين عن بعض. النهارده ان شاء الله باذن الله اشرح لك الفرق بينهم الاثنين وكل العلامات اللي فيهم، عشان خاطر حتى الناس اللي اشترت واللي لسه هتشتري ان شاء الله باذن الله ما يبقاش في اختلاف خالص في موضوع الشاسات. طبعا المواتير الحمد لله بفضل الله خلاص موضوع المواتير انتهى، والناس عارفه المواتير الاستيراد والمواتير العاديه. النهارده ان شاء الله باذن الله هعرفك الفرق بين الشاسيه الدايو 4 الاستيراد والشاسيه الهوجن الاستيراد والفرق بينهم. اول حاجه تعالى معايا واحده واحده وبص معايا. لازم تعرف ان الاثنين مع بعض، لازم تعرف ان الاثنين بيبقى موجود عليهم برشامه، والبرشامه فيها بيانات اساسي، دي عشان خاطر دخولهم من بره مصر. يبقى انا عندي شاسات فيها برشامه والبرشامه فيها بيانات، ده شاسيه استيراد. نفرق ما بين بقى الهوجن وما بين الدايو. اول حاجه الهوجن، تعالى معايا. الشاسيه الهوجن اساسي لازم يكون ده مقوص من فوق ومن تحت، لازم يكون مقوص من فوق الاثنين وبينزل فيهم الاظرف، يبقى ينزل اظرف من فوق واظرف من تحت. ده في الشاسيه الهوجن اساسي لازم يكون مقوص من فوق ومن تحت. وطبعا دي بتكون مسمطه، دي بتاع التانك دي بتكون مسمطه زي ما انت شايف، مفيش فيها خرام، مفيش فيها اي حاجه خالص. يبقى انا عندي الشاسيه ده برشامه فيها بيانات، ده الشاسيه الهوجن، ارجع ورا السن يا محمد، ده الشاسيه الهوجن برشامه فيها بيانات، وعندي الشاسيه مقوص من فوق ومن تحت وفي الاظرف بتاعته. وطبعا زي ما انت شايف الخط بتاعه واللحام بيكون حاجه محترمه جدا، ودي بتكون من غير اخرام، من غير اي حاجه خالص. تمام. طيب بالنسبه لشاسيه الدايو، الشاسيه الدايو مختلف عن شاسيه الهوجن في حاجتين. اول حاجه لازم تعرف ان ده شاسيه الدايو طبعا البرشامه بتاعته موجود فيها بيانات، ده شاسيه الهوجن وطبعا البرشامه فيها بيانات، براحتك، ده البرشامه فيها بيانات عشان ده الشاسيه الدايو فيها التعريف بتاعها. طيب بالنسبه للشاسيه الدايو بينزل مقوص ولا بينزل عادي؟ الشاسيه الدايو بينزل منه النوعين، صح يا احمد؟ الشاسيه الدايو بينزل منه نوعين، بينزل منه المقوص وبينزل منه العادي. ما بتحصلش في الهوجن، الهوجن الاساسي بينزل مقوص من فوق ومن تحت. طب والشاسيه الدايو الاستيراد بينزل فيه الاثنين، بينزل مقوص من فوق ومن تحت وبينزل مش مقوص من فوق ومن تحت، الاثنين بينزلوا والاثنين استيراد. طب ايه المختلف في الدايو عن الهوجن؟ اول حاجه لازم تعرف ان هنا مكتوب دي واي 4، هنا هتلاقي مكتوب دي واي 4، مش هتلاقي مكتوب هنا هوجن ولا مكتوب اتش جي 4 ولا اي حاجه خالص. هنا اللي مكتوب دي واي 4 عشان المكنه دايو 4 مش موجوده في الهوجن. وطبعا برده الشاسيه اساسي بينزل مقوص من فوق ومن تحت، يبقى الشاسيه عنده مقوص من فوق ومن تحت، وهنا دي واي 4 والبرشامه فيها بيانات. طب والتقويصه بتاعته عادي، بينزل مقوص وبينزل مش مقوص. الدايو الاربعه الاستيراد، شاسيه الدايو 4 الاستيراد بينزل منه نوعين، مقوص مش مقوص، والاثنين استيراد ومفيش فرق بين الاثنين. عندي دي بتبقى زي ما انت شايف كده، مبقاش مسمطه ولا اي حاجه خالص، بس عشان خاطر الناس اللي بتفرق. يبقى انا كده عندي الشاسيين مع بعض اهو، الشاسيين فيهم برشامه والبرشامه فيها بيانات. ده اساسي بينزل مقوص من فوق ومن تحت على طول، ما ينفعش ينزل غير كده، لازم يكون مقوص من فوق ومن تحت. وعندي الحته بتاعت التانك، الصاجه بتاعت التانك تبقى